الليلة فرحانة وبأنوارك مستهممة، في كل حارة وفي كل بيت الفرحة غنت يا حليت. رمضان وصل يا ولاد والخير في بلدنا زاد وزاد. خيرك سابق وفضل الله كبير، في شوارعنا بنزرع ألف خير. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، برحب بحضراتكم. واحنا دلوقتي الساعة 8 صباحا بعد صلاة العيد، وقلنا نعمل بقى ريفيو غريب شوية، يعني أكتر ريفيو ممكن يكون غريب عملته في حياتي، إن احنا قلنا ننزل على أحد محلات الفسيخ في مدينة السوق ونشوف الدنيا دي. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ربنا يبارك في عمرك، الله يخليك. ازيك يا باشا؟ طب السلام حبيبي معاك يا باشا. احمد الحمادي، اسم كبير في عالم ربنا يبارك في عمرك. الحمادي، اسم كبير جدا. حبيبي نطلع من صغرنا من اساس الصنعه في مصر الشيخ يعني. طبعا احنا لنا يعني مجال قديم قوي من سنه، يبدا من قبل سنه 40. انا شخصيا بقى لي 40 سنه من عندك. ابتدينا من رشيد بقى وكده السوق هنا سنه 1000. طبعا. طب نشوف حبيبي الاول عشان ما نعطلش ونتكلم وقتنا. واخبار الموسم السنه دي ايه؟ السنه دي الاحداث اللي بتحصل مأثرة شويه طبعا اكيد. ايوه اسعار السمك نفسه. هي طبعا اي احداث بتحصل في منطقه الشرق الاوسط عامه وما حول الشرق الاوسط بتاثر طبعا على طبعا لا تاثيرها المباشر علينا وعلى بالرغم ان احنا الحمد لله احسن كتير من طبعاً اي بلد في الدنيا، الحمد لله. وبعيد عن كل الكلام ده ورغم ذلك برضه لازم في نبذه من الحب كده. طبعا ده خلي استقل 140. الفسيخ بقى احجامه السنه دي كده بيبدا احجام بتاعها زي كل سنه بيبدا من مثلا الفسيختين من كيلو مثلا. فسيخ كيلو الا ربع وفسيختين كيلو ماشي استقل. كل سنه وانت طيب. السمكتين كيلو، 3 سمكات كيلو، 4 سمكات كيلو، كل ده اسعار متفاوته عشان كل الشريحه كلها تبقى يعني اسعار تبدا من كام مثلا؟ من 250. من 250 ما شاء الله. ده اللي هو مثلا 4 كيلو مثلا. ال4 سمكات كيلو. السمكه الحلوه تتاكل من وزن كام؟ يعني انا واحد مثلا اول مره هاكل فسيخ تقول لي كل فسيخايه مثلا وزنها قد ايه؟ دي حاجه يعني متفاوته، ان مثلا في شاب مثلا ياكل السمكه ربع كيلو. في واحد بيبقى مثلا يقول لك انا ممكن اكل واحده نص كيلو. بس مش اكتر من كده بقى يعني. لا في ناس بتاكل اكتر من كده. لا لما تبقى واحده كيلو الا ربع ولا بتاع عايزه 2 بتاع. يعني بس انا بيبقى اضعف بقى السمكات الكبيره ولا السمكات الصغيره؟ هو بيفضل في البوري ان السمكه الكبيره طبعا، لان هي بتبقى اكتمل السوى بتاعها بالنسبه للعمل يعني في المزارع. بالنسبه للطبار كل ما كان اصغر كل ما كان اطعم. يفرق في الطعم الطبار عليه. يعني انا واحد مثلا اعرف اميز ما بين ده وده في الطعم نسبيه. مش نسبيه يعني عايز واحد محترف بقى عشان يعني مش يعني ده مش جوهري قوي. انت بتاكل مثلا فسيخه لا يعني ممكن ما تميزش قوي. لكن في طبعا ناس عارفه البوري من الطبار وعارفه ان عايزه فسيخه كبيره مزاجها كده. انا عارف طبعا ان انت شاطر قوي في الحاجات اللي زي كده. ما هو دي فسيخ مخلي ده فسيخ مخلي وده سبيل في كمان كنت انت بتعمل سلطه كده، سلطه الرنجه. دي بقى تحفه دي. سلطه الرنجه دي بقى حاجه محترمه، للي ما بيحبش الفسيخ ياكل بقى سلطه رنجه. طبعا محتوياتها طبعا بتبقى رنجه ورنجه طبعا وخضار وخضار. لا مايونيز. جرب لازم اجرب يعني. جرب. اول مره اعملها في ريفيو ده باكل فسيخ. لا ده هو مسكر كمان.
المايونيز بخليها مسكره. اي ده طبعا ده بيبقى جاهز عندك ولا بيجي لا حد كده؟ لا لما حد بيطلبه طلبة بيجي طبعا لانه ما بيقعدش كتير بره الثلاجه. اليوم ده المفروض بتتسوى قبل ما تتعمل ولا بتتقطع عادي؟ هو في الحاله دي هي بتتساوى لان في طحينه وفي خل، فده كل ده تسويه. واحيانا مثلا بنشويها قبل ما على حسب طلب الزبون. الرنجة انواع طبعا في نرويجي، في الهولندي، بس افضلهم طبعا الهولندي. اه وبيجوا لنا بقى يعني طبعا احجام مختلفه، بيبقى فيها مثلا 3 سمكات كيلو، 4 سمكات كيلو، وحالا بيبقى في لحد ال5 سمكات كيلو. بطرخه وفي طبعا بتعرفوها ازاي؟ هي بتبقى باينه. في بقى المبطرخه ولا دي المبطرخه؟ وباينه بتبان. طب في بطروخ اللي هو المحبب وفي البطروخ الناعم، ما هو اعرفها ازاي؟ ما هو الناعم ده مش حاسبين ان هو بطل. ده بيبقى بيقولوا عليها بتبقى بقر تقريبا. لا ما هي لسه كانت في مرحله النمو الاولاني بتاعها. في مرحله في مرحله النمو بتاعها. ده اللي هو النعم. النعم ده بعد فتره زمنيه بيحبب كده يعني. والله يعني النعم ده اصلا لما لازم كده. بس هو ليه وقت. هو لسه بقى في المطروح برضه هو بس في بدايه تكوينه انا لسه. اقول لك على معلومه. انا بحب الناعم عن المحبب. ما هي اذواق. هي اذواق. اسعار الرنجه السنه دي ايه؟ يعني يعتبر زي السنه اللي فاتت، الاختلاف طفيف يعني اي حد يقدر يجي بكل بلد جامد ياخد. انت عارف هنا احنا بلد تعتبر يعني ريفيه وطبعا احنا بلد سوق مشهوره بالفسيخ والرنجه. فبنحاولوا نلبوا طلبات الزبون. الغني بياكل والفقير بياكل والوسط بياكل. انتوا اهل الكرم كله طبعا. ربنا يبارك في عمرك يا معلش حبيبي. في منتجات ثانيه متاحه عندك غير الرنجه والفسيخ؟ لا هنا ده المنتجات المتاحه هنا. اما طبعا في بس كنت ساعات بيبقى في خلوله. بس مش النهارده، كانت في رمضان. اما مواسم. طبعا بقيت بقى الفروع طبعا بنقدم حاجات تانية بس في اماكن تانية. تقدر تقول حمادي بقى له كام سنه؟ هو تجاوز ال 100 سنه. ما شاء الله. 100 سنه. ده رشيد الاول وبعد كده رشيد وبعد كده كام سنه؟ يعني بص انا جدي ووالدي وانا وفي الجيل الثالث. لا ده انا الخامس. الجيل الخامس هنا في السوق. لا في السوق الثالث. لكن بصفه عامه الخامس. يعني قولي مثلا 60 سنه مثلا؟ لا من سنه 40. من سنه 60 85 سنه. 85 سنه ما شاء الله. حبيبي طبعا. طب احنا فروعنا لينا فروع في اسكندريه. طبعا اسكندريه والقاهره. وانا فاكر ان انت كنت مره قلت لي ان في بتجهز بفرع جديد. ايوه ان شاء الله. احنا فاتحين يعني. فرع. لا ده احنا فاتحين فرع قريب في القاهره. على خير يا في المعادي. هو احنا عندنا يعني سوق ليها شهره كبيره جدا في مجال الفسيخ. طبعا. ولما بيتقال بسوق يتقال فسيخ على طول. طبعا بقربها كمان من اماكن السمك. طبعا. ضمر قريبه ف في انواع جيده من السمك. تفرق طبعا ده في تصنيع طبعا بتفرق حاجه كتير. احنا ما بنجيبش السمك بتاع يعني في من ناحيه بحر البقر والمنزله ما بنجيبش ده، بنجيب سمك ضمر وده افضل انواع الاسماك الموجوده على مستوى الجمهوريه. جميل جدا. جيده في الصنعه. طبعا اللي هي الارضيه طينيه دي. ان شاء الله طول السنه ان شاء الله. باذن ربنا ان شاء الله. موعدنا ايه ان شاء الله؟ لا بنفتح من 9 الصبح لحد 10 بالليل. ان شاء الله. ويبقى ليك زباين بقى في العيش يجوا ياكلوا كده؟ طبعا الزبائن المعتاده. السوق كلها بتحب تاكل فسيخ اول يوم العيش. طبعا.
كل سنه وانتم طيبين كده وعلى عليكم بخير. نتمنى كل التوفيق ربنا يبارك ان شاء فيكم يا الله. رب. سيح الحمادي يغزو مصر كلها. ربنا يبارك فيكم يا رب حبيبي. شكرا ليك. الله يخليك الله يحفظك. وده كان الريفيو بتاعنا النهارده من فسيخ الحمادي. طبعا فسيخ الحمادي في شارع المغربي، يعني من ناحيه شارع سعد، وده طبعا شارع معروف في مدينه دسوق. وطبعا في صفحه على النت يا استاذ احمد، في صفحه كمان على النت نقدر ندخل عليها الحمادي، وممكن اعتقد ممكن يكون في توصيل كمان ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. واحنا طبعا بنشكركم طبعا على حسن المتابعه، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وعلى وعد قادم بلقاء قادم. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلال ونور في السما، شهر الخير والأمان، السوق الليلة فرحانة وبأنوارك مستهممة. في كل حارة وفي كل بيت الفرحة غنت يا حليت. رمضان وصل يا ولاد، والخير في بلدنا زاد وزاد.